السلام عليكم. بالنسبة لأحمد شهوان، يعني هذا إنسان يعني متمرد ومتشرد. أول إشي اللي بيسب على بلده الأردن وعلى أولاد بلده، وبتحامى بجنسية كندية وبإقامة كندية. هذا إنسان جاهل، والجاهل عدو نفسه. الجاهل عدو نفسه. يعني أول إشي كلمتين على بعض بيعرفش يسولف، غير هيك شعراته مثل ليت الخروف يعني، وثمه مثل الوجه المفتوحة. يعني شو بده، يعني شو بدك تتوقع من واحد زي هذا؟ يعني إنسان رخيص تافه ببيع بلده. واللي ببيع بلده يا أحمد شهوان شو ببيع؟ ببيع المعخبرها، وإذا باع المعخبرها معناته باع كندا وإيطاليا وفرنسا، ولا لا يا أحمد شهوان؟ كشتك مثل الحصين اللي له 3 أيام مش ماكل. شو مالك ولك؟ استعى على حالك واستعى على طولك. أنا شفت فيديوهاتك من زمان، بس ما حبيت أنزل مستواي لواحد زيك واطي. ولك مين أنت بتسولف على الفلسطينيين؟ يا مشم يا معفن يا مروح. ولك سرماية الفلسطيني اللي بفوت فيها على الحمام، هاي البلاستيك تعرفها بجوز، هاي اللي بوسها عاقب فيش زي المصباح السحري. ولك هاي أطهر منك. تعرف شو يعني أطهر منك؟ ومش أنت اللي عامل لي فيها مفتي بتقول حرام وحلال ونازل على الأقصى وبعرف إيه. ولك الأقصى بريئة منك، والدين الإسلامي بريء منك. في ناس هسه بقول لك لا تفتي. لا الدين الإسلامي بريء من واحد زي هذا. جاسوس رخيص ما بسواش نقله. ولك كندا هملها عايفيتهم تيجي تحتوي واحد زيك. وثق تماما لو الأردن أو المخابرات الأردنية بدها إياك يا مصوص يا بريعصي، أنت شو أنت بالنسبة للمخابرات الأردنية؟ ولا مفكرين فيك أصلا. يعني لو بدهم إياك بيطولوك من تحت 7 أرض، ولو بدهم إياك خطاب صغير لكندا بتجيبك كندا نفسها من أذانك بتسلمك للسفارة الأردنية. فيا معفن كل واشرب ونام زي الحيوانات، لأنك أنت حيوان. وسيبك من السوالف هاي اللي أكبر منك وأكبر من أهلك كلهم. فيعني مش عارف، أنا فعلا الجاهل عدو نفسه. اثبت لي هذا المثل مع أحمد شهوان. شو مالك ولك مش مصلي على النبي انت حابي؟ واذا انت بتفكر حالك انك انت راح تتظلك بكندا وتموت بكندا وتنقبر بمقابر كندا، هاي بعيدة عن شواربك. انت راح تموت بمزابل كندا وتندفن بمزابل كندا، لانه هاي مستواك. ولا ينصر فلسطين وينصر الشعب الفلسطيني، والله يقويكم. كل الدنيا وكل البشرية بتشهد لفلسطين ولشباب فلسطين ولأبطال فلسطين. جاي يجي واحد زيك ما بسواش، والله ما بتسوى قشرة بصلة، يجي يسولف عن فلسطين وأهل فلسطين والأردن والأردنيين. ولك سبعك بس مش قادر أقول أكثر من هيك. يعني السلام عليكم.